تعالوا بقى نعمل كده وصفة سهلة وسريعة وكمان مش مكلفة التتبيلة بتاعتها خالص، وهتطلع معاكي جوسي ومستوية وهنسويها في الفرن. شايفين بقى الجمال؟ شايفين شكل الفراخ مستوية ازاي من جوه وجوسي خالص؟ شايفين شكلها؟ يلا نروح بقى على الوصفة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا كده بصلتين متقطعين شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحتاج بصلتين بس مش اكتر من كده. وبعدين هنجيب صينية الفرن عندنا هنحط فيها البصل بتاعنا بالشكل ده، هنفرده كده في الصينية. معايا هنا عدد 4 بطاطسيات متقطعين شرايح، ضفت عليهم معلقة كده كبيرة من بهارات الفراخ وعليهم معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان هرش عليهم معلقة كده من الزعتر. وبعدين هبدأ بقى أرص البطاطس بتاعتي في الصينية على البصل بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعدين بقى اجيب الدبابيس الفراخ بتاعتي واعمل فيها كده فتحات بالسكينة علشان توصل لها التتبيلة من جوه، اللحم كمان يبقى اخد من التتبيلة. هبدأ بقى ارصها بالطريقة دي، اي رصة انت حابة بقى ترصيها ليها عادي مفيهاش اي مشكلة. شايفين بقى بالشكل ده اهو. انا كمان رحت لفيهم وعملت واحدة عكس واحدة علشان تكفي. جبت هنا بقى معلقة من الصلصة كبيرة، ضفت عليها معلقة من الثوم البودرة، وهضيف عليها معلقة من البصل البودر، وكمان هضيف عليهم معلقة من البهارات مشكلة، اي نوع بهارات عندك مشكلة مش لازم بهارات فراخ. وهنزل عليهم كمان بمعلقة من البابريكا، وهنزل عليهم معلقة من الفلفل الاسمر، وبعدين هضيف عليهم معلقة كده من الملح كبيرة. وبعدين بقى هنزل عليهم بربع فنجان من الخل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هضيف عليهم هنا ربع فنجان من الزيت، يبقى ربع فنجان خل وربع فنجان زيت. وهبدأ كمان دلوقتي اضيف عليهم كوباية من الحليب، واقلب بقى كل المكونات دي كلها كده مع بعض لغاية لما يمتزج الخليط كده مع بعضيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هصبه على الفراخ اللي احنا رصيناها في الصينية بالشكل ده، واتأكد بقى ان الفراخ كلها شربت من التتبيلة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين بقى اهو كده، ليه بقى احنا حطينا حليب؟ علشان البطاطس كمان تشرب التتبيله وتستوي كويس. ضفت بقى عليها كده شرايح من الفلفل الحامي والفلفل الاخضر الرومي. وبعدين بقى هغطيها بالفويل وادخلها الفرن على درجه حراره 200. شايفين بقى ده شكل الفراخ اهو بعد ما خرجت من الفرن، اخد اللون الجميل ده، والبطاطس طبعا مستويه معانا كويس جدا. شايفين بقى بعد ما بتاخد تستوي كويس بنشيل من عليها الفويل وبنسيبها تاخد اللون الجميل ده. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك